الست لبست لبس مزيف كأنها خبيرة تقييم فنون، وهي بتسلم على رئيس الأمن ادت له كوباية قهوة. بالطريقة دي خدت بصماته. بعد كده كان لازم تجيب مفتاحين. دخلت أوضة رئيس البنك، طلعت لمبة يوفي ومسحت بسرعة على اللوحات. في نفس الوقت زميلها كان بيهكر الكاميرات ويبطئ الحركة. معاها دقيقتين بس تنفذ. ليزا لقت الخزنة وبدأت تفتحها بسرعة. لقت المفتاح وحطته في جهاز علشان يعمل مسح ثلاثي الأبعاد. كده أخدت نسخة من أول مفتاح، لكن وهي بترجعه فجأة رئيس البنك دخل. لحسن حظها تصرفت بذكاء وعدت الموقف، بس الدقيقتين كانوا خلاص بيخلصوا وكان لازم يرجعوا الكاميرات. ليزا اقترحت على رئيس البنك انه يصورها وهي شغاله، وهو ماشي ورا كلامها بدأ يرجع خطوه ورا الثانيه لحد اخر ثانيه خرج من زاويه الكاميرا. في الوقت ده بن كان لابس لبس عامل نظافه وراح اوضه الاجتماعات اللي فوق الخزنه. طلع جهاز ماسح مغناطيسي علشان يرسم هيكل الخزنه، لكن في نص الشغل فجأة مدير البنك دخلوا يعقدوا اجتماع. هو بسرعه استخبى تحت الترابيزه. وقتها شويه ورق واقع على الارض. بنعدل الجهاز لاعلى قوه. فجأة اتندهوا كلهم على البهو، والجيش كان مطوق البنك. ساعتها ليزا خلصت مسح المفتاح الثاني، لكن ما كانش عندها وقت ترجعه. الحرس اخدوها يخرجوها بره. استغلت الفرصه ورمت المفتاح لبن. هو بسرعه رجعه للخزنه. الامن كان بيقرب منه، لكن بن عمل نفسه مش سامع الانذار. لحسن حظه محدش شك فيه. في اللحظه دي العصابه بقى معاها المفاتيح ومخطط الخزنه، وبداوا يخططوا لخطوتهم الجايه.